الخلطة السرية للفراخ المقرمشة اللي طول عمرنا بندور عليها هي اللي بوظت صحتنا وجابت لنا المرض. عشان لما تكون الفراخ مصدر ممتاز للبروتين والسيلينيوم والفيتامينات والمعادن، وتيجي حضرتك تغلف كل ده بالنشويات سواء كان دقيق او بقسماط او فيجيتار وتقلي، فتتكون مادة سامة اسمها اكريلاميد اللي لما بتتراكم في الجسم بتسبب امراض خبيثة. كمان هي سبب من اسباب الشيخوخة والخرف والزهايمر. فحضرتك حاول تقلل القلي على قد ما تقدر، في 100 طريقة غير القلي. ولو اضطريت تقلي فلازم تاخد جنب المقليات ليك ولابنك حاجة مقوية مضاد للأكسدة زي طبق السلطة. الاسم العيش السن، النية انت جايبه عشان تخس، لكن لو حضرتك مريض نقرس عيش السن هيزود لك الوجع والألم والتهاب وتورم المفاصل. انت اصلا جايبه عشان تخس، لكن في الحقيقة هو هيزود لك نوبات الوجع وانت مش هتبقى عارف من ايه. عندك انيميا، نقص الحديد مقرف مش هيخليك تعرف تعيش حياتك بشكل طبيعي. الدكتور وصف لك محاليل حديد، بس ده ليه بروتوكول معين، زي ان احنا ناخد الحديد في اوضه ضلمه او نغطي محلول الحديد، وكمان ناخدها ببطء، ومش كل اللي بيمشي على البروتوكول، فبالتالي ليها اثار جانبيه. بس انا ما بعرفش ابلع اقراص، وكمان جربت قبل كده الاقراص وما جابتش نتيجه. ما انا جايه النهارده عشان اقول لك البديل الامن للحقن، اكياس سيدرال اكتيف اللي فيها حديد وفيتامين سي وبي 6 وبي 12. وما تقلقش، طعمها حلو. حلل الاول واسال الدكتور بتاعك عن الدواء والجرعه المناسبه ليك. ميه الزبادي مش مكانها حوض المطبخ، ده في ناس بيدفعوا فيها فلوس كتير جدا وحضرتك رايح ترميها. هتقولي اصل بقرف منها، اصل اتعودت على كده. ارجع قلبها تاني في الزبادي عشان ما تندمش لما اقولك فوائدها. اول حاجه هي مليانه بروتينات وكالسيوم، تاني حاجه هي تحميك من هشاشه العظام، ومليانه فيتامينات ومعادن وبكتيريا مفيده، وهتحسن صحه جهازك الهضمي، ده غير انها بتحسن الصحه العامه. حد يرمي النعمه؟ لو لقيت اسم الصبغه ده على اي منتج من اللي انت بتشتريه رجعه فورا، لان الصبغه الحمراء رقم 3 مرتبطه بالامراض، وهم بيستخدموها عشان يلونوا بعض الاكلات زي حلويات الاطفال والبسكوتات والمارشميلو والجيلي والكيكات وبعض انواع الزبادي والعصاير الفراوله اللي لونها احمر. فلو لقيت اي منتج ملون بالصبغه دي اوعى تشتريه، واشرف بنفسك على الحلويات اللي بتشتريها الاطفال. هل لو فاض مني بصل بعد الطبخ ارميه، ولا عادي احفظه في التلاجة، ولا هو ممكن يمتص البكتيريا والفطريات وتتحول لبصلة سامة؟ الإجابة هنا إن معظم المواد الفعالة اللي في البصل متطايرة، يعني لما بسيبها قيمتها الغذائية بتقل. وده بيفسر لي ليه وانا بتعامل مع البصل بعيط، قال يعني البصل هو السبب في كل مشاكلنا. فزي ما قلنا هي المشكلة الوحيدة إن قيمته الغذائية بتقل، لا يعني لا هيمتص بكتيريا ولا فطريات ولا هتتحول لبصلة سامة ولا حاجة. ده غير إن البصل عنده القدرة ان هو يمتص الرطوبه، فاحنا لما نحفظها في التلاجة كده ونسيبها زي ما هي هيبقى شكلها دبلان مش زي البصله السليمه. فالصح ان احنا نحفظها في علبه مقفوله او استرتش، وبلاش نسيبها كده جنب نص الليمونه اللي في باب التلاجة.